هنتكلم معاكم النهارده عن الساعة السمارت الاكس 8 الترا العادية من شركة دبليو اند او. اكس 8 الترا عادية، لان في اكس 8 الترا عادية نفس الشكل والعلبة دي كده، وفي اكس 8 الترا بلس. احنا هنتكلم دلوقتي على الاكس 8 الترا العادية عشان الناس اللي دايما بتبقى محتارة ما بينها وما بين البلس والكلام ده. طبعا هي الساعة بتيجي بنفس البرنامج والابلكيشن الوير فيت برو. بتيجي بشاشة عرض 2.8 مللي. حجم الساعة بتبقى 49. مفيش فيه برضو أي اختلاف عن أي ساعة، تقريبا الحجم كله واحد. الساعة بتيجي من غير، قرب كده، بتيجي من غير مسامير، عبارة عن رسمة بلاستيك عادية، ومن غير لوك للاستراك زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الشاشة دي الشاشة بتاعتها اي بي اس مش سوبر اموليد زي مثلا الاشاعات اللي بتيجي اكس 9 والكلام ده. شاشة اي بي اس عادية، كويسة جدا. التاتش بتاعها كويس، مفيش فيه لاج زي الساعات الكواليتي اقل من دي. الساعة طبعا بيركب لها اي استراب عادي، بس ما بيركب لهاش الاسترابات المعدن. يعني الاسترابات الميتال او الاستانلس اللي احنا بنقول عليها ما بتركبش في الاكس 8 الترا العاديه، تركب في الاكس 8 الترا بلس، انما في دي ما تركبش. تركب الاسترابات العاديه اللي هي بتبقى رابر، قماش، الحاجات العاديه. تمام. الساعه دي مواصفاتها او امكانياتها، هي ساعه بتيجي باستراب وبتيجي بالشاحن الوايرلس بتاعها. زي ما قلنا من غير مسامير، شاشه اي بي اس، عرض الشاشه 2.8، حجم الساعه 49، بيركب لها اي استراب رابر عادي. بيركب لها كفر 49، ما بيركبلهاش الاسترابات الاستانلس. طبعا الساعه دي المواصفات بتاعتها عادي، بتدعم طبعا الاشعارات ال NFC، الشورت خط بتاع الفيديوهات، تقدر تتكلم منها عادي، وتسمع فيها مايك وسبيكر كويس جدا، مفيش فيه اي مشاكل. ودي كده يعني كانت مميزات الساعة. يعني مميزاتها مفيش تقريبا فيها عيوب الا عيوب بسيطة، يمكن عشان خاطر مثلا مفيش فيها مسامير، فما بتقدرش تركب اي استراب زي الاستراب الميتال او الستانلس. انما هي كساعة كويسة جدا ومبيعة وممتازة، يعني مفيش فيها اي مشاكل خالص.